صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ويا رب يومكم يبقى سعيد وانتم بتتفرجوا على فيديو النهاردة هعمل معاكم العيش البلدي المصري بناء على رغباتكم. وهو سهل جدا ويعني مفيش مكونات فيه كتير، بس هو الفكرة بس في حاجتين: تكنيك العجينة وطريقة التشكيل، وطبعا مهم جدا كمان طريقة التسوية علشان هي اللي هتتحكم في برضو الطراوة. هستخدم النهاردة تكنيك تخمير طول الليل، وده أحسن تكنيك لتخمير مش بس العيش البلدي، لأي معجنات أو أي أنواع خبز زي ما الفلاحين بيشتغلوا بيه في مصر دايما، وكمان في الصعيد بيعملوا تكنيك تخمير طول الليل بيحسن من قوام العجينة جدا وبيدينا قوام مطاطي وحاجة طعمها في الآخر حلو قوي. وبنستخدم طبعا فيه كمية خميرة قليلة، فبالتالي ما بنشمش ريحة الخميرة المزعجة شوية في المعجنات لو انتم مش بتحبوا ريحة الخميرة. يلا على طول نبدأ ونشوف محتاجين ايه. استخدمت في وصفة النهاردة 3 كوبايات من دقيق القمح الكامل أو الدقيق الأسمر، وكمان عليهم كوبايتين من الدقيق الأبيض. النسبة زي ما انتوا عايزين، ممكن تستخدموا 3 ل1، ممكن تستخدموا 2 و2، بس أنا يعني بحب الدقيق الأسمر يبقى أكتر عشان أحس بالعيش البلدي بتاع زمان. حطيت عليه معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الخميرة ومعلقتين صغيرين من الملح. نص معلقة صغيرة من الخميرة علشان أنا هستخدم تكنيك تخمير طول الليل زي ما قلت لكم. لو عايزين تخمروه لمدة ساعتين بس يبقى تستخدموا 3 معالق صغيرين من الخميرة ل5 أكواب من الدقيق، بس أنا نصيحتي إنكم تخمروه طول الليل. المية بقى، بصوا كمية المية، أنا مستخدمة 5 كوبايات من الدقيق زي ما قلت لكم، هستخدم عليهم 4 كوبايات من المية. العيش البلدي بتاعنا لازم يكون نسبة السائل فيه عالية جدا جدا فوق ما تتخيلوا، يعني مش النص للضعف زي أي معجنات، لا بيبقى أكتر بكتير. يعني ال5 كوبايات خدوا معايا 4 كوبايات من المية. قوام العجينة لازم يبقى زي ما انتوا شايفين كده ملزق جدا جدا جدا. الناس اللي ما بتحبش تعجن بايديها، انا هوريكم دلوقتي تكنيك العجن بالمعلقه الخشب. هنقلب بالمعلقه الخشب ونفضل نلت فيه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بجيب المعلقه من تحت وبرفعها لفوق علشان دي خطوه مهمه جدا جدا جدا، ولازم نفعل الجلوتين اللي في الدقيق علشان يعمل لنا في الاخر عيش حلو. طيب لو انت عايزه تحسي قوام العجينه بايدك يبقى باطراف صوابعك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الاطراف يعني الصوابع نفسها هي اللي ماسكه العجينه، العجين بيلزق في ايديكم وبيضايقكم عشان بتستخدموا كف الايد كله. المفروض نفضل نلت فيها كده علشان تدينا العرق اللي احنا عايزينه في العيش البلدي. لو ما عملناش الخطوه دي العيش هيبقى مفرول مننا ومش هيبقى هش كده وفلافي. هنفضل نعمل فيها كده لمدة كام؟ لمدة مثلا من 5 ل7 دقايق، مش كتير. بصوا هتلاقوها كل شوية عمالة تمط معاكم وتديكوا قوام حلو وتنعم في شكلها. طيب لو انتي مش عايزة تستخدمي ايدك ولا عايزة تستخدمي معلقة خشب، عندي تكنيك تاني خالص زي اللي بيعملوه الامريكان او الاوروبيين، اللي هو هنغطي العجينة ونبل ايدينا شوية مية ونستريتش العجينة كده. بصوا اول ما هتشوفوا، انا طبعا بستريتش او بمط العجينه من حته والف الطبق علشان امطها من الحته التانية، ابل ايدي ميه وامط العجينه لفوق. دي اول مطه. هتلاقوا العجينه مفروله وعماله تتقطع مني، كل ده علشان لسه ما الجلوتين اللي فيها ما اشتغلش او لسه ما عملنا لهاش العرق اللي احنا عايزينه. ممكن تمطي زي ما وريتك اول مره، وممكن تدخلي ايدك من تحت كده وترفعيها لفوق. هغطيها واسيبها 20 دقيقه. بعد ال20 دقيقة هبل ايدي مية وابدأ افردها تاني بنفس الخطوات. هتلاقوا المرة دي، بصوا لو تلاحظوا انا صورت لكم كل الخطوات علشان يعني ما فوتش هفوة. هتلاقوا في المرة التانية من المط العجينة لسه بتقطع بس العرق بتاعها زاد شوية بسيطة. الدنيا كانت ضلمت عليا وانا معتمدة على ضوء الشمس، بس كملت تصوير للخطوة التالتة. بصوا بقى المرة التالتة العرق فيها عامل ازاي، بتتقطع معايا بصعوبة مش زي أول مرة خالص. كملت باقي الخطوات، ودلوقتي تقدروا تتخيلوا قد ايه العجينة ناعمة وقوامها يعني ملساء جدا، والعرق اشتغل فيها اهو زي ما انتوا شايفين.
وما تنسوش كمان ان احنا لما هنخمرها من بالليل للصبح، بصوا عامله ازاي، عامله زي الاستيك خلاص. لما نخمرها من بالليل للصبح هتدينا قوام احلى بكتير فوق ما تتخيلوا. دي كانت المطة التالتة لو انت مش عايزة تعجني بالمعلقة الخشب، ولو انت مش عايزة تلتي او تعجني بايدك يبقى استخدمي تكنيك المط 3 مرات بين كل مرة ومرة 20 دقيقة. يعني الموضوع هيبقى بالظبط ساعة، ساعة واحدة بتظبطي فيها العجينة. كده انا وريتكم 3 تكنيكات من تكنيك عجن العيش او طريقة العجن، يا اما بايدك يا اما بالمعلقة الخشب يا اما عن طريق المط. لو في اي تكنيك من دول مش عاجبك او حاسة ان هو صعب ومش مستريحه له، لا يبقى انت بقى على طول على الفرن البلدي تروحي تشتري عيش من هناك. ما فيش حل تاني ليكي. انا كده بقى هغطيها وهسيبها تخمر من بالليل للصبح، يعني 12 ساعة 18 ساعة مش اكتر من كده. بصوا بقى تاني يوم عاملة ازاي، شكلها حلو جدا 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 ومفيهاش ابدا ريحة الخميرة اللي بتضايقنا. هنجيب بقى صينية عشان نقرص عليها. الصينية دي انا غرقتها من تحت زي ما انتوا شايفين كده، النخالة او الردة مخلوطة مع الدقيق، يعني مش ردة بس، لا انا ردة خلطها بدقيق، ممكن كمان الدقيق يكون اكتر من الردة. التكنيك هنبل ايدينا ميه عشان العجينه ما تلزقش في ايدينا، ونبدا ان احنا نعملها كده نكورها. سيبكم الحركه دي انا بقلد فيها الفلاحين والصعايده، ما تعملوهاش انتوا مجرد بس ما تمسكوها بايدكم كده تلاقوها اتكورت معاكم عشان هي سهله جدا. وايدينا التانية مبلوله ميه فالعجين مش هيلزق فيها خالص زي ما انتوا شايفين كده. هنقرصها الحجم اللي احنا عايزينه، انا قرصتها صغير شويه علشان كنت هعملها سندوتشات وهعملها حواوشي وكده. وهنسيبها تريح من 10 ل 15 دقيقة. المفروض ان هم بيرحوها على المطرحة او بيرحوها على ايدهم، عشان الحركة دي صعبة جدا مش اي حد يقدر يعملها. فهنقلب العيش زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، وهحط عليه من فوق شوية دقيق كده وابدأ ابطط بالراحة خالص. مجرد ما يتبطط هتلاقوه اتفرد معاكم بمنتهى السهولة، يعني مجرد بس ما تلمسيه هتلاقيه اتبطط معاكي بمنتهى السهولة. فمش هتحتاجي نشابة ولا مردنة ولا الحاجات دي خالص. لمسة بسيطة جدا جدا. طريقة التسوية مهمة قوي بقى. احنا هنحط الصاج في الفرن تحت الشواية، يعني الرف اللي تحت الشواية بس مش اللي تحت الشواية قوي بحيث ان الرغيف لما ينفخ يلزق في الشواية ويتحرق، لا الرف اللي هو في مسافة كويسة بينه وبين الشواية. بس مهم جدا ان الصاج ده يسخن لمدة ربع ساعة علشان يعني ياخد تكنيك التسوية الصح. انا عندي الفرن الصغير ده كأنه الصاج بتاع الفرن بتاع مصر، عشان انا عندي الفرن ما بيشتغلش فوق وتحت فاشتريت الفرن ده. اما لو انت عندك الفرن بيشتغل فوق وتحت ده هيبقى حاجة هايلة جدا علشان هتحطي فيه الصاج وهتشغلي من فوق وتحت. هنا انا كنت بوريكم هما بيروحوا ازاي على ايدهم او في المطرحة، انا الحقيقة ما عنديش مطرحة بس ان شاء الله لما انزل مصر اجيبها وانا جاية. فمهم جدا الصاج يكون سخن والعيش ينزل عليه. اول ما العيش ينزل على الصاج السخن هتلاقوه فتح ونفش وبدأ يعمل فقاقيع من فوق وبدأ ينفخ. وبما ان احنا مشغلين طبعا الشواية والصاج سخن بحكم ان الشواية فوقه، فهتلاقوه اخد معاكوا لون من فوق بسرعة. ده الناس اللي فرنها بيشتغل يا اما شواية بس يا اما من تحت بس. اما اللي فرنها شغال من فوق وتحت دي يا بختها بقى هتسوي كويس جدا. ممكن برضو يستوي على الطاسة بس مش هياخد شكل الفقاقيع بتاعت فوق اللي هي متعارف عليها بتاعت العيش البلدي بتاعنا. هيحمر بس مش هياخد شكل الفقاقيع دي. ممكن بنفس التكنيك هتحطيه على طاسة سخنة جدا، واول ما تعمل فقاقيع اقلبي العيش هتلاقيه بدأ ينفخ معاكي. والمفروض العملية دي ما تاخدش بالظبط اكتر من يعني من دقيقة ونص دقيقتين بالكتير قوي، العيش بيستوي بسرعة رهيبة. لو اخد اكتر من كده منك اعرفي ان هو هينشف وهيقرمش. الفيديو بتاعي خلص، اتمنى اكون شرحت كل حاجة بكل التكنيكس وكل الحاجات والبدايل باي طريقة عجن واي طريقة خبز. برضو سيبولي اسئلتكم تحت في الكومنتس، هكون سعيدة وانا برد عليها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وباي باي.